عندِك بواقي بسكوت وبيتي فور ومش عارفة تعملي بيها إيه، هاتيها وتعالي نعمل بيها الحلو القمر ده، حاجة حلوة وسهلة، وكمان هتلمي كل بواقي البسكوت والبيتي فور اللي موجودين عندِك. نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ويالّا بينا. أنا كان عندي هنا بواقي بيتي فور وبسكوت زبدة، هانزل بيهم في الكبة بالشكل ده كده. لو أنتِ مستخدمة بسكوت زبدة أو بيتي فور مش هنضيف زبدة، هتضيفي بس 3 معالق من الحليب. طب لو أنتِ ما عندكيش بسكوت أو بيتي فور، هتستخدمي 200 جرام من أي بسكوت شاي أنتِ بتحبيه، وهتنزلي عليه بربع كوباية من الزبدة الدايبة، وهتفرموهم كويس جدًا في الكبة بالشكل ده كده. الكبّات دي بتتباع عند أي حد بيبيع مستلزمات حلواني، وممكن ما تجيبيهاش خالص وتعمليها في أطباق أو في كاسات موجودة عندِك، بس أنا استخدمت القوالب دي عشان البنات عندي كانوا عايزين ياخدوا منها لأصحابهم. هانزل كده بطبقة من البسكوت في الكبّات بتاعتي، وهاجيب علبة من العلب دي، وهاسكّن كده طبقة البسكوت بتاعتي في قلب العلبة بالشكل ده كده. تحاولي كده تضبّطي طبقة البسكوت بالمنظر ده. هاقفّل أنا بقى الكبّات دي كده وهاركنها على جنب عشان نجهّز الطبقة التانية بتاعتنا. الطبقة التانية بقى هاقول لِك على كل البدايل اللي ممكن تستخدميها فيها. أنا هنا معايا كوباية من الكريمة اللباني البودر، ممكن تستبدليها بكوباية من الكريم شانتيه ما فيش أي مشكلة. كمان عندي 5 مثلثات من الجبن أي نوع أنتِ بتفضّليها، وممكن تضيفي جبنة كريمي بس أهم حاجة تكون الجبنة بتاعتِك بطعم القشطة، يعني ما لهاش أي طعم خالص غير طعم القشطة. وهاضربها كويس جدًا بالشكل ده كده، وهانزل بالطبقة التانية بتاعتي. ممكن كمان تضيفي معلقة صغيرة من الجيلاتين، بس الولاد عندي بصراحة ما بتحبش الجيلاتين في الكريمة. نزلت بالطبقة التانية عندي، وبعد كده نزلت ببديل النوتيلا ده البيتي اللي أنا كنت عاملاه معاكم بالبسكوت. دوّبته كده بشوية من الحليب، خفّيتها بشوية من الحليب لأنها ما شاء الله لمّا حطّيتها في التلاجة تقلت جدًا. جبتها كده ودوّبتها بشوية من الحليب ونزلت بيها، وكده بقى عندي الطبقة الأخيرة. ده صوص شوكولاتة برضه معمول في البيت، اللي عاوز الطريقة يكتب لي في الكومنتات وأنا أنزل لكم بالطريقة. وده كده صوص اللوتس وكمان بيستاشيو. طبعًا هنا استخدمي أي نوع صوص أنتِ بتحبيه، الflavors الأخير ده بتاعِك أنتِ، اللي ولادِك بيحبوه استخدميه، أي نوع شوكولاتة أنتِ بتحبيه استخدميه، يعني مش لازم تربطي نفسِك بالنوتيلا أو بالصوص الشوكولاتة البيضا أو لوتس وبيستاشيو، أي صوص شوكولاتة تمام استخدميه. بديل النوتيلا أنا حطيت عليه كده بسكوت مفروم بديل الأوريو وكمان واحدة من البسكوت. وبالنسبة لصوص الشوكولاتة الأبيض نزلت عليه ببشر شوكولاتة بيضا حوالي يعني نُص قطعة كده من الرافايلو. واللوتس والبيستاشيو سِبتهم سادة ما حطيتش عليهم حاجة خالص علشان كانوا مطلوبين منّي بالشكل ده كده، الولاد كانوا عايزينهم سادة. متهيأ لي ما فيش أحسن من كده. 200 جرام من بسكوت شاي لو أنتِ ما عندكيش بيتي فور أو بسكوت باقي عندِك، واعملي بيه أحلى كبّات cheese cake تحفة على البارد من غير فرن ومن غير أي حاجة خالص. جرّبوها وإن شاء الله هتعجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وقبل أي حاجة طبعًا ما ننساش نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد.